السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفترة اللي فاتت ناس كتير سألتني ومنهم اصحابي احنا عايزين نتعلم البرمجة بس ما عندناش كمبيوتر ولا لاب. تعالى اقول لك على الحل اللي انا جبته لك عشان تبدأ برمجة وتبدأ لغة التأسيس اللي احنا اتفقنا ان انت هتتأسس فيها. لو انت هتتأسس بايثون تعالى اقول لك تتعلمها ازاي. اول حاجة هنفتح جوجل بلاي وهنبحث عن تطبيق اسمه باي درويد 3. بعد كده هنعمل تثبيت للتطبيق ده وهنستنى لما يحمل. يا ريت تعمل الخطوات دي معايا خطوة بخطوة علشان ما تنساش الخطوات بعد كده. بعد ما يتحمل معانا هنفتحه وهنضغط continue. بعد كده learning python. بعد كده continue. بعد كده هنختار beginner continue. بعد كده هنختار other continue. وبعد كده هنفعل كل الحاجات دي الدارك ثيم والتاب inserts. بعد كده هيفتح معانا هنختار continue. بعد كده هنعمل X. بعد كده تظهر لنا بقى الشاشة اللي هي محرر الأكواد اللي احنا هنكتب فيه الأكواد الخاصة ببايثون. هتلاقي فوق كده شريط التاب ده فيه الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها وانت بتكتب، يعني مثلا علامة اكبر من، اصغر من، الاقواس العادية، الكيرلي براكتس، الدبل كوتيشن، السنجل كوتيشن. فتعال نجرب كده ونكتب حاجة في البرنامج ونشوف هيشتغل معانا ولا لا. اول حاجة بنكتب برنت ونفتح الاقواس العادية والدبل كوتيشن ونكتب الكلمة الشهيرة بتاعتنا هلو وورلد. كده انا بقول له اطبع لي كلمة هلو وورلد وتعالى نعمل ران من الدايرة اللي قدامنا دي. كده البرنامج شغال عندي مفيش اي مشكلة. تعالى اقولك على ميزة حلوة جدا برضو. تعالى نقفل الواي فاي مثلا ونخلي البرنامج شغال بدون نت كده ونشوف هيشتغل معانا ولا لا. قفلنا الواي فاي. تعالى نعمل ران. فهنلاقي البرنامج شغال معانا بدون واي فاي بدون نت، يعني انت ممكن تستخدمه في اي مكان حتى لو مش معاك نت. تعالى بقى ايه في تريكة حلوة هنا. تعالى نغلط غلطة ونشوف البرنامج ده هيظهر الايرور ولا مش هيظهره. تعالى نعمل على طول كده دبل كوتيشن ونكتب اي حاجة، اي سترينج، اي نص، او اي اسم. تعالى نكتب اسماء دي مثلا ونعمل ران. هيطلع لنا الايرور وهيقول لنا الايرور ده في انهي سطر بالظبط، وهيقول لنا مثلا ان انت ما عملتش الاقواس بتاعة البرنت فانت عندك ايرور ولازم تصلحه. فتعالى نصلح الايرور كده ونعمل الاقواس العادية بتاعتنا والدبل كوتيشن ونكتب برضو اسماء قنديل او اي سترينج ونعمل رن. هنلاقيه البرنامج اشتغل معانا ومفيش اي ايرور، وكل ده والواي فاي مقفول وكل ده وانت مش معاك نت. فالبرنامج ده جميل جدا. تعالى نفتح بقى الواي فاي وعشان ادربك اكتر على البرنامج وكمان اعمل معاك تطبيق حلو. تعالى نعمل تطبيق يحسب لنا السن بتاعنا مثلا. وطبعا زي ما انت عارف او لو مش عارف هقولك احنا بنمر ب3 خطوات اساسيه واحنا بنعمل اي تطبيق. هي الانبوت اللي احنا بناخده من اليوزر، البيانات اللي بناخدها من اليوزر، وبعد كده البروسيسنج العمليه اللي هنعملها على البيانات اللي احنا خدناها من المستخدم، وبعد كده الاوتبوت اللي هو الناتج العمليه اللي احنا عملناها او الناتج اللي هيخرج للمستخدم. فهنعمل variable متغير يعني نخزن فيه الانبوت اللي احنا هناخده من اليوزر. هنكتب انبوت ونفتح الاقواس العاديه والدبل كوتيشن ونكتب string enter your name. الجمله دي هتظهر للمستخدم، هيحط النيم بتاعه او الاسم بتاعه. وبعد كده هنعمل variable تاني متغير تاني وهنسميه birth year مثلا، سنة الميلاد مثلا. طبق معايا خطوة بخطوة. وهنحط in وجواها الانبوت، وجوه الانبوت هنعمل string تاني يظهر للمستخدم برضو enter your birth year، يعني حط السنة بتاعة الميلاد بتاعتك. ليه احنا عملنا انت في الاول وما عملناش انبوت على طول؟ لان اللي هيجيني من المستخدم ده هيبقى string وانا عايزه احوله لانتجر، يعني عايزه احوله قيمه رقميه فحطيت الان. بعد كده هنعمل variable هنخزن فيها السنه الحاليه بتاعتنا، هنسميه current year السنه الحاليه equal 2026 السنه الحاليه بتاعتنا. وهقول لك ليه خزناها دلوقتي. بعد كده هنعمل برضو variable تاني وهنسميه age، هنعمل فيه العملية الحسابية بتاعتنا اللي هي أنا عايز أحسب إن السنة الحالية ال current year، بس لاحظ إن أنت لازم تكتب نفس ال variable current year minus birth year. يعني أنا عايزة أقول له إن أنت احسب لي السنة الحالية ناقص السنة اللي أنا هحطها أو اليوزر هيحطها، وبالتالي هيطلع لي العملية الحسابية مظبوطة.
بعد كده بقول له برنت، اطبع لي الدبل كوتيشن بتاعتنا، تقدر تلاقيها في التاب بس انا هعملها هنا من الكيبورد. فهكتب له hello، وبعد كده احط الفاريبل بتاع النيم، بس لاحظ ان انت ما ينفعش تحط الفاريبل بين الدبل كوتيشن، علشان لو حطينا المتغير جوه الدبل كوتيشن هيعتبره سترينج عادي، نص عادي، مش هيعتبره المتغير اللي جواه اسم المستخدم. وهكتب برنت تاني وهعمل دبل كوتيشن، وهكتب مثلا your age is، وبعد كده هكتب الايدج اللي احنا كنا مخزنين فيه العملية الحسابية بتاعتنا، وهنعمل ران. هيقول لي enter your name، احط له اي اسم، مثلا تعالى نكتب اسماء مثلا، واضغط انتر او اضغط العلامة اللي هي بتاعة الانتر، وانتر your birth year، مثلا نكتب اي سنة من السنين، مثلا 1995 مثلا. شفت هيطبع لي ايه؟ هلو اسماء your age is 31. كده انا عملت التطبيق البسيط واشتغل معايا بنجاح. تعالى نرجع نجرب مرة كمان. هنعمل ران ونكتب اي اسم، مثلا خليه نكتب احمد، ونعمل enter your birth year، هنحط مثلا 2000، ونضغط enter. هيقول لي hello احمد your age is 26. وكده اختبرناه لتاني مرة، وهنا شغال معايا البرنامج مفيش اي مشكلة. تعال نجرب نعمل ايرور ونشيل كوما مثلا، ودي حاجة ممكن تعمل ايرور عادي، خلي بالك علشان لغات البرمجة حساسة جدا، والسنتاكس بتاعتها لو ما كانتش مكتوبة صح هتطلع لك ايرور عادي. هنا طلع لك الايرور وطلع لك في انهي سطر بالظبط. وكده البرنامج شغال معانا الحمد لله، وجربناه وجربنا نقفل الواي فاي ونشغله ونعمل ران وكله تمام. ان شاء الله الفيديو الجاي هقولك ازاي تتعلم سي بلس بلس من الموبايل برضو. تابعني عشان يوصلك كل جديد، وعلشان اشارك معاك كل تركاية وكل معلومة عرفتها وتعلمتها عشان اقصر عليك المسافة في رحلتك في التعلم. اتمنى اكون بفيدك ولو بحاجة بسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.